عاد عصام البرقاوي للظهور إعلاميا من جديد وبمواقف جديدة نسبة لآرائه السابقة المتعلقة بعمل الجماعات المتشددة. وللذين لا يعرفونه جيدا، كنيته هي أبو محمد المقدسي، وعرف أيضا بالأب الروحي لأبي مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق الذي قتل في العام 2006 بغارة أمريكية. وجديد مواقفه استنكار التعرض لمندوبي الهيئات الإنسانية وتفجير مساجد الشيعة. عصام البرقاوي إذن الذي كان قد أفرج عنه في 12 من شهر آذار مارس من العام الماضي، كان يتحدث بعد فترة صمت طويلة عن الكلام إلى صحيفة السبيل الأردنية الإسلامية عن أكثر المواضيع حساسية لدى الشباب العربي، وهي مسائل الجهاد وعثرات التيارات السلفية. ففي مقابلته الصحفية سئل عصام البرقاوي عن تقييمه لما يجري من أعمال تفجير ضد المدنيين التي تنفذها مجموعات متشددة لا سيما في العراق. نبهت إلى أخطاء التكفير الشهيرة أو الشنيعة التي خشيت على الشباب منها، وما يقوم به البعض من تفجير أماكن عامة لقتل جندي أو جنديين من قوات الاحتلال. لا يجوز التهاون بدماء المسلمين المعصومين بأي شبهة أو بحجة الجهاد أو غيره. وعن سعيه للتنبيه إلى المخاطر المترتبة على العمليات التفجيرية التي يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء، كانت له عدة مقالات تحذيرية. فماذا جاء في إحدى كتاباته؟ كتبت مرارا وتكرارا وتبرأت مما يرتكبه البعض من عمليات غير منضبطة بحدود الشرع، والتي يذهب ضحيتها آلاف الأبرياء وسفك فيها دماء كثيرة دون أي فائدة شرعية تعود على الجهاد والمسلمين. هذه الآراء أدت على ما يبدو إلى افتراق البرقاوي والزرقاوي بسبب الخلافات الأيديولوجية، في وقت ذكر مقربون من الرجلين أن البرقاوي انتقد أبو مصعب الزرقاوي في رسائل كانت تنشر على موقعه الإلكتروني. وكنت في وقت سابق قد تحدثت إلى الصحفي وائل البتيري من صحيفة السبيل الإسلامية المعارضة، وسألته عن سبب عودة ظهور أبو محمد المقدسي في دائرة الإعلام من جديد. نعم، صحيح أن الرجل كان حرصه الأكبر في هذا الحوار هو أن يفند ما ينسب إليه من تكفير للمجتمعات أو القول بتفجيرات تودي بحياة المسلمين والأبرياء، وأيضا ربما ما يتعرض له التيار السلفي الجهادي عالميا على مستوى العالم من تشويه، سواء كان تشويه من الإعلام أو من التيار، أبناء التيار نفسه الذين لم يفهموا مغزى أبو محمد المقدسي من الفكر الذي يطرحه، فأراد أن يوضح لهؤلاء الشباب المحبين له من كل أقطار العالم أن هذه الآراء التي فهموها عنه خطأ ليست صحيحة، إنما هذا هو الرأي الذي يريده، وكان واضحا وصريحا في طرحه على الملأ. أما موضوع التراجعات فهذا بالعكس، هو الرجل بعدما خرج من السجن كتب مقالا كان عنوانه الثبات في زمن التراجعات، وله إن كان عنوانه التراجع إلى الأمام، يعيد فيها على الجماعة الإسلامية المصرية ما أقدمت عليه من تراجعات، يرى هو أنها أقرب إلى التنازلات منها إلى المراجعات. عصام البرقاوي كان قد سجن على مدى 33 شهرا في الأردن على خلفية علاقته بأبي مصعب الزرقاوي، وقد أفرج عنه لأسباب صحية كما يقول محاميه. وقد تعهد البرقاوي بعدم التحدث إلى الإعلام، وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد برأته عدة مرات من تهم تتعلق بضرب مصالح أجنبية على أراضٍ أردنية.